السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. ودايما معانا في أسرار المطبخ مع أروى. وهنشوف النهاردة أكلة حلوة جدا 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 هنعملها وسهلة، وبنشتريها برضو من بره والأولاد بيروحوا عليها لأن هي أكلة كده هو زي السندوتشات اللي بتاكل في الشارع وكده. فهنعملها في البيت بكل نظافة. هنعمل مع بعض العيش السوري بكل نظافة وبطريقة سهلة وبسيطة. هوريكم دلوقتي مكوناته عاملة ازاي. انا معايا هنا نص كيلو بانيه، انا قطعته شرايح صغيرة وحطيت فيه التتبيلة بتاعته. معلش ما وريكوش التتبيلة بتاعته. حاطة بشرة بصلاية وحاطة معلقة من كل حاجة، معلقة صغيرة، معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، معلقة كاري، معلقة ملح. تمام. ومعلقة 7 بهار. وسبتها تتبل كده اهوت، ومعلقة خل وعصرة ليمونة. سبتها تتبل كده حوالي ساعة. انا هنا قطعت معايا بصلاية، قطعتها شرايح او جوانح كده بالشكل ده. حطيت معلقة سمنة في الطاسة بتاعتي كده، وحطيت البصلات تتشوح تشويحة. انا مش عايزة احمرها، بس عشان ايه؟ بس تدبل بس شوية صغيرين. وهضيف عليها الشاورما بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا حطيت فيها زي ما قلنا بصلايه مبشوره. دي كانت قطعه صغيره ما كنتش قطعتها، اخدتها قطعتها ورجعتها تاني الطاسه. هنا ضفت معايا برضو قرنين من الفلفل او 2 من الفلفل، واحد احمر وواحد اخضر. حابه تحطي اللي هو الحراق حطيه، بس نظرا لو معاكي اطفال ما بتحبش الحاجه الحراقه بلاش منها. هضيف بقى طماطميتين صغننين قوي، قطعتهم مكعبات صغيره او واحده بس. مجرد طبعا حاطه في الاخر خالص بعد ما البانيه بتاعي استوى. دلوقتي انا دوقته كده علشان اعرف اذا كان البانيه استوى معايا ولا لا. تمام. هسيبها بس اديها تشويحه صغيره، انا مش عايزاها تدبل برضو معايا. وهطفي عليها. تمام لغايه هنا. طيب هعمل ايه بقى تاني؟ هنيجي بقى للحشوه بتاعه العيش السوري بتاعي. انا جبت عيش سوري من بره جاهز، حابه تجيبي جاهز، حابه تعمليه في البيت وعارفه تعمليه عادي، اللي يريحك برضو. انا هنا هو طبعا للوقت رحت جايبه كيلو من العيش السوري او العيش الصاج زي ما بيقولوا. وعندي مايونيز هبتدي اضيف معلقه كده واحطها بالشكل ده معاكم، وافردها على العيش. وبقى ابتدي اخد حبه من البصل الجوانح بتاعي ده، وحبه من الفلفل البارد. انا عامله لو لاحظت كده انا حاطه واحد قرن من الفلفل الحراق وواحد من الاخضر البارد، بحيث ان انا اللي مش محتاج الحراق انا دوت ليا سبايسي انا ومثلا وجوزي، والباقي ايه الاولاد بقى. لو او اللي حابب ان هو ياخد السبايسي بعمل له واحد زياده معايا. تمام. وبحط معاكم الحشوه بتاعتي اللي هي الشاورما، وبحط الزيتون، وبرش رشه من الكاتشب على الوش. عندي جبنه موتزاريلا حابه تضيفيها، انا ما كانش عندي بصراحه فالموجود عملت بيه. عندك جبنه رومي برضو حابه تضيفيها، حلوه برضو، دي طعم حلو جدا وتعمل تيست حلو قوي. تمام. بس احنا بنقول بقى يا جماعه حاجات بأقل التكاليف وحاجات في نفس الوقت سهله وبسيطه ونضيفه وما بشتريهاش من بره. طبعا عملت معاكم واحد تاني اهو عشان تشوفوني وانا بضيف كل حاجه. حطيت بصل مش كتير برضو، وحبه فلفل، وحطيت الحشوه بتاعتي وحبه زيتون. وهبتدي ارش معاكم كاتشب كده والفه، اللي هو اللفه اللي هي المبرومه دي على طول، بس اللي هو زي السندوتش كده، بحيث ان الاولاد يعرفوا يتحكموا فيه ويعرفوا ياكلوه. تمام. لو وصلنا لغايه هنا اهو متنسوش بقى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا دي قناة أسرار المطبخ مع أروى. معلش أنا قلتها بسرعة بس عشان كنت حابة أشرح في الأول الأكلة إيه، وقلت بعد كده نبقى نتكلم مع بعض. دي قناتي أسرار المطبخ مع أروى. اللي ما يعرفهاش يا جماعة يا ريت يفعل الجرس عشان يوصله كله جديد. أنا هنا برضو عملت تاني وحبيت أوريكم. بص، حاجة سهلة جدا ولطيفة وظريفة ومش غالية. حاجات احنا بنعملها في بيتنا، ووجبة سريعة ومغذية جدا كمان. العيش الصاج ده يا جماعة ممكن تعمليه عادي بدقيق ومية، وبنعجنه زي عيش الرقاق، بس دوت بنحط فيه زي معلقة من الزيت كده هو بين كل طبقة وطبقة، بحيث ان هو يطلعه لنا طري كده ويكون مورق. تمام. انا عندي هنا الجريل بتاعي بقى، هبتدي بقى اضيفه بقى بالشكل ده عشان اديله صدمة من هنا ومن هنا، بحيث ان هو يبقى مقرمش كده ومعاه يعرف يتاكل. طبعا بيديله طعم تحفة تحفة جدا يا جماعة. بديله كده صدمة من كل الجوانب، حتى لو مفتوح مش مشكلة من الجنب كده. انا بطلع الساندوتش بحطه في الورق اللي هو بتاع الاكل دوت، او مناديل اللي هي بتاعت المطبخ عادي. تمام بالشكل ده. بوريكم هنا بقى. بص لما بطلع منه كذا واحد بحطه كده في الطبق بتاعي.
بص شكله عامل ازاي. وكمان كان مخرفش جدا يا جماعه، يعني كان مقرمش، طعمه تحفه تحفه، وريحته كانت جميله جدا، وبطريقه نظيفه وسهله وبسيطه، واحسن ما اجيبه من بره. واني طبعا انا عندي الاولاد بيطلبوا الاكلات دي السريعه ديت، بتكون بطريقه نظيفه وانت بتعمليها، وبعدين مغذيه، عارفه حاطه فيها ايه. تمام. هرجع تاني اقول لكم على التتبيله بتاعه البانيه بتاعي. انا قطعته جوانح صغيره اللي هي شرايح صغيره، وحطيت طبعا التتبيله بتاعتي اللي هي فلفل وفلفل اسود وحبه فلفل اسود وملح وكمون، وحبه من الكاري معلش. وطبعا ضفتهم سبتهم لغايه لما يتشوحوا. بصوا يا جماعه منظره عامل ازاي، ما شاء الله عليه، تحفه تحفه تحفه. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم الجديد. هقطع لكم بقى واحد منه دلوقتي عشان تشوفوا عامل ازاي من جوه. وطبعا معلش هي السماعه بتاعت التليفون ممكن تكون مش واضحه قوي، لكن هو كنت بوريكم ان هو بيخرفش ازاي وقد ايه هو مقرمش. هقطع بقى واحد كده من النص عشان اوريكم شكله من جوه عامل ازاي. تمام. طبعا احنا قلنا معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، معلقه كاري، معلقه بابريكا، رشه خل او معلقه خل كبيره، وعصره ليمونه. شوفوا يا جماعه عامل ازاي بقى من جوه، اوريكم شكله عامل ازاي. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.